الخميرة والصابون هتخليكي بنت 16 سنة مهما كان عمرك فوق ال40. بشرة بيضة بدون هالات سودا وبدون تجاعيد. هتندمي ندم عمرك لو ما جربتيش الخميرة والصابون. الخميرة والصابون هتحقق حلمك في ليلة واحدة، هتشوفي منها المعجزات. ندمت بجد اني ما جربتش الطريقة دي من زمان. طريقة فعالة وسحرية بتبيض البشرة اقل حاجة 4 درجات كاملين، بتشيل التسبغات السوداء، وكمان بتزلك سواد السنين اللي فاتت. هتخلصك من التجاعيد العنيدة والمستحيلة، هتخلي البشرة ترجع زي المراية بالظبط. كمان هتديكي تفتيح رهيب للبشرة، هتساعد على تبييض البشرة ونفخ الخدود وإزالة التجاعيد وكمان إزالة الخطوط العنيدة، وبتصفي البشرة جدا. هتلاقي بشرتك زي الفلتر بالظبط. لايك للفيديو، اشتراك في القناة، يلا بينا. اول حاجه هنبدا نعملها هنجيب صابونه. دلوقتي هنستخدم صابون الدوف. دي كانت موجوده عندي واستخدمنا قبل كده وصفات كتيره بيها وجابت نتيجه من اول مره. هنبدا نستخدمها، او تقدروا تستخدموا صابونه الغار، صابونه الزيت الزيتون، اي صابونه موجوده عند العطار تقدروا تجيبوها. المهم ان ما يكونش فيها تكون طبيعيه. تمام. بدات خدت الصابونه دي وبشرتها بشر ناعم خالص، حوالي معلقه كبيره مليانه من الصابون، وبعدين هبدا احطها جوه البوله بالشكل اللي انت شايفينه. تمام. هجيب تاني؟ هنجيب الشبة ممتازة جدا في التفتيح وتبييض البشرة، كمان بتزيل اي ريحة عرق موجودة عندك في بشرتك، اي جلد ميت، اي مشاكل. بتبيض البشرة تبييض فوري وسريع جدا يا بنات. دلوقتي جبنا الحجر بتاع الشبة وطحناه، او تقدري تجيبيه من العطار مطحون وبعدين تاخديه بودرة بالشكل ده. هبدأ اخد من الشبة دي معيار معلقة واضيفها على الصابون، ونبدأ نقلبهم هما الاتنين مع بعض كويس. وبعدين هبدأ اجيب مية سخنة جدا، وهبدأ احط شوية بشوية صغيرين خالص كده لحد ما الصابون يدوب تماما. هتلاقوا ان الصابون مع الشبة بقى على شكل كريمي كده. هنسيبه شوية بقى لحد ما نتأكد ان هو داب تماما، ونبدأ نشوف تكملة الوصفة. هنجيب نحط الصابون على جنب ونجيب بولة تانية فاضية، ونبدأ نضيف جواها المكون اللي معانا والرهيب اللي هيشدلك البشرة، هينفخلك الخدود، هيسمنلك خدودك ويخليها لونها وردي ومنفوخة جدا وممتلئة بشكل رهيب. هيخلي بشرتك فيها نضارة طبيعية بجد رهيب جدا، وكمان هيزيل معاك التجاعيد. وهي الخميرة يا بنات ممتازة. هنبدأ ناخد من الخميرة معلقتين 2 صغيرين بالشكل اللي انتوا شايفينه. بعدين هنضيف قشر الليمون. قشر الليمون هيبيض معانا البشرة تبييض فوري، بيساعد في تفتيح البشرة وإزالة أي بقع داكنة موجودة. ممكن نستخدم عصير الليمون لو بشرتك مش بتتحسس، لكن الناس اللي بشرتهم بتتحسس من عصير الليمون هنستخدم قشر الليمون زي ما انتم شايفين كده. هنبدأ بقى نقلبهم مع بعض، وبعدين همزجهم بمية ورد. هاخد مية الورد بالتدريج شوية بشوية لحد ما القوام معايا يظبط خالص. هنا لقيتها محتاجة، هبدأ اقلب، وبعدين هنبدأ نضيف تاني لحد ما القوام يكون كريمي بالشكل اللي انتوا شايفينه. هنبدأ بقى ناخد الخميرة مع قشر الليمون مع مية الورد على الصابون اللي ساح خالص، ونبدأ نقلبهم. يا سلام يا بنات، وصفة ولا اروع. مش هتشوفوا قد ايه النتيجة رهيبة الا لما تجربوها وتاخدوا منها نتيجة في التبييض والتفتيح وفي الشد من اول مرة تستخدموها. هنبدأ نرطب بقى؟ هنرطب بأي زيت موجود عندكم. الناس اللي بشرتهم دهنية يستخدموا زيت اللوز الحلو، والناس اللي بشرتهم عادية يقدروا يستخدموا زيت الزيتون. المتاح موجود تقدروا تحطوه. هنبدأ نضيف منه معلقة، وبعدين هنبدأ بقى نقلب مكوناتنا. نيجي بقى نطبقها على الوصفة. هنغسل بشرتنا كويس، هاخد من الماسك واوزع بالشكل اللي انتوا شايفينه، حركات دائرية كده. والنتيجة الكاميرا مش مبينة النتيجة قد ايه. خطيرة 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 بمعنى خطيرة. هتخلي بشرتك بتلمع، حرفيا بتلمع صافية صفاء مش طبيعي بنات والله من اول مرة. طب استخدمنا الوصفة هنعمل شيري؟ بعدها بنص ساعة هنغسل بشرتنا وهنرطب بالكريم المرطب المناسب لبشرتنا. هنستخدمها 3 مرات في الاسبوع، وشوف النتيجة رهيبة ازاي. لايك للفيديو، اشتراك في القناة، ما تنسوش تعليقاتكم اللي بجد بتفرحني. ومع السلامة.